الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يا شباب زي ما اتفقنا هنشرح الوحدة الأولى كاملة. هنشرح الوحدة الأولى كاملة. كل اللي أنا طالبه منكم يا شباب الناس تركز في الوحدة الأولى. هنشرحها تاني عشان الناس طلبت مني، كذا حد دخل كلمني وقال لي يا مستر احنا ما حضرناش الدرس الأول، واللي قال لي انا ما حضرتش الدرس التاني. فاحنا هنشرح الوحدة الأولى كلها عشان اللي واقع معاه حاجة أو اللي واقفة معاه حاجة يفهمها إن شاء الله. وإن شاء الله زي ما اتفقنا بعد ما أنزل الوحدة الأولى دي هاجي أعمل بس للناس بعد ما تسمع الوحدة الأولى. وهنعمل إيه بعد ما الناس تسمع الوحدة الأولى؟ هنيجي فاتحين البث، أي حد عنده مشكلة في الوحدة الأولى هنشرحها تاني. يعني بعد ما الناس تسمع الفيديو في أي جزئية أنت ما فهمتهاش هنقولها تاني. طب يا مستر والمسائل يا مستر والحل، ان شاء الله هنزل لك فيديو فيه حل اهم المسائل الوحدة الاولى اللي هي جت في الامتحانات السنين اللي فاتت، هنجمعها في فيديو واحد ونعملها. يعني ان شاء الله مش هنسيب الوحدة الاولى الا من نقفلها. بس كل اللي طالبه منك تنزل في التعليقات تصلي على النبي، يعني كل واحد يتفرج على الفيديو يا شباب ينزل في التعليقات يصلي على النبي. وهنبدأ يلا ان شاء الله. الوحدة الاولى عندنا 3 دروس. الدرس الاول اسمه الحركة في اتجاه واحد. الدرس الثاني اسمه التمثيل البياني للحركة. الدرس الثالث بيتكلمني عن الكميات الفيزيائية والقياسي. هنتكلم يا شباب عن أول حاجة عندي اللي هو الحركة في اتجاه واحد. يبقى أول درس عندي يا شباب هو اللي اسمه الحركة في اتجاه واحد. قبل ما نتكلم يا شباب عن الحركة في اتجاه واحد أنا عاوز أفهم يعني إيه حركة. أنا عندي الجسم يا إما يكون يا شباب، قبل ما نتكلم في إيه يعني إيه الحركة في اتجاه واحد لازم أفهم يعني إيه حركة. أنا عندي الجسم يا إما يكون في حالة سكون، يا إما الجسم يكون في حالة سكون أو يكون الجسم في حالة حركة. يبقى يا شباب أنا عندي الجسم يا إما يكون في حالة سكون أو في حالة حركة. تمام زي الفل. طب في حالة سكون يعني ايه؟ قال لي في حالة سكون يا مستر الجسم لما يكون في حالة سكون يعني ما بيغيرش نفسه، ما بيغيرش مكان. طب يعني ايه ما بيغيرش مكانه؟ يعني مثلا عندك البيت بتاعك، لو انت رحت الدرس وجيت هل هتلاقي بيتكم مكانه اتغير؟ لا طبعا. يبقى بيتكم داتي ثابت ما اتغيرش. طيب مع مرور الزمن انت رحت الدرس وجيت هو الزمن وقف؟ لا يا مستر الزمن ما وقفش. يبقى مع مرور الزمن بيتكم هيفضل ثابت. يبقى بيتكم كده في حالة سكون ولا في حالة حركة يا مستر؟ لا ده ما اتحركش يبقى في حالة سكون. يبقى لما اجي اعرف الجسم الساكن اقول هو الجسم الذي لا يغير من موضعه. يبقى هو الجسم الذي لا يغير من موضعه بمرور الزمن. طب الجسم المتحرك يا مستر؟ يبقى يا اما قلنا الجسم في حالة سكون يا اما في حالة حركة. طب الجسم المتحرك، الجسم المتحرك يا شباب اللي هو زيك انت كده، انت جسم متحرك، انت رحت الدرس وجيت يبقى انت غيرت مكانك. انت كنت عند البيت وبعدين رحت مكان الدرس. انت الاول كنت عند البيت وبعدين بقيت عند الدرس، غيرت مكانك ولا ما غيرتش؟ غيرت يا مصر. يبقى الجسم المتحرك يا شباب او الجسم اللي في حالة حركة يبقى غير مكانه ولا ما غيرش؟ يبقى غير يا مصر. يبقى هو الجسم الذي، هقول بقى هنا يغير، الذي يغير. تمام زي الفل. يغير من موضعه بمرور الزمن. يبقى الجسم الذي يغير من موضعه بمرور الزمن. يبقى كده عندي يا شباب الجسم يا اما يكون في حالة حركة يا اما يكون في حالة سكون. في حالة سكون يبقى ثابت ما بيغيرش مكانه، في حالة حركة الجسم بيغير موضعه بمرور الزمن. زي الفل. ده يبقى كده مفهوم بقى الحركة. يبقى كده يا شباب مفهوم الحركة بقى ايه هو بقى مفهوم الحركة؟ قال لي تغير موضع جسم، تغير موضع جسم، تغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر ثابت بمرور الزمن. يا مستر مش فاهم يعني ازاي تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن؟
يا مستر يعني مش فاهم. طب ازاي؟ انا دلوقتي واقف بشرح على السبور، انا واقف، بالنسبه لي السبوره جسم ساكن ولا متحرك؟ السبوره يا مستر جسم ساكن. طب انا واقف عمال اتحرك، يبقى انا عمال اغير مكان، يبقى تغير موضع جسم اللي هو انا بالنسبه لجسم ثابت اللي هو السبور بمرور الزمن. ما هو الزمن عمال يمر ولا الزمن هيبقى واقف؟ لا يا مستر الزمن عمال يمر. يبقى يجي يقول لي عرف لي الحركه، اقول له تغير موضع جسم بالنسبه لجسم اخر ثابت بمرور الزمن. زي الفل. طب يجي يقول لي يا مستر احنا عندنا الحركه في اتجاه واحد اللي هو عنوان الدرس، الحركه في اتجاه واحد اللي هو ده يا شباب عنوان الدرس. دي قال لي ابسط انواع الحركه. يعني ايه؟ طب يعني ايه يا مستر الاول الحركه في اتجاه واحد؟ يا شباب يعني الحركه في اتجاه واحد بيقول لي حركه في اتجاه واحد من اسمها كده، يعني جسمي بيتحرك في مسار واحد. يجي يقول لي يعني ايه الحركه في اتجاه واحد؟ اقول له هي التي يتحرك بها الجسم في مسار واحد. انا ماشي كده يا شباب على طول، هو ده يبقى كده الحركه في اتجاه واحد. طب انا رجعت، يا اما امشي لقدام يا اما ارجع لورا، يبقى هي التي يتحرك بها الجسم في مسار واحد. والمسار ده يا شباب يا اما يكون خط مستقيم. طب المسار ده يا شباب، المسار يا اما يكون خط مستقيم او يكون منحني، او يكون منحني يا شباب. مش ده برضو نفس يعني اتجاه واحد برضو اهو، وده برضو اتجاه واحد. او يكون كلاهما معا. يعني ايه؟ يعني مثلا مستقيم ومنحني. يبقى عندي يا شباب قلنا الحركة في اتجاه واحد هي التي يتحرك بها الجسم في مسار واحد. طب المسار ده يا مستر يبقى زي ايه؟ قال لي ممكن يكون المسار مستقيم. يبقى المسار ثلاث انواع: مستقيم، ويجي لك في اكمل يقول لك ايه انواع المسار، او الجسم اللي يتحرك في مسار واحد قد يكون نقط ونقط ونقط. اقول له المسار هنا مستقيم او منحني او كلاهما مع زي الفل يا مستر. ولسه قايل لك يا شباب، قايل ان الحركه في اتجاه واحد ابسط انواع الحركه. يبقى الحركه في اتجاه واحد يا شباب، الحركه في اتجاه واحد ابسط انواع الحركه. طب يعني ايه يا مستر برضو ابسط انواع الحركه؟ يعني ايه ان الحركه في اتجاه واحد ابسط انواع الحركه يا مستر؟ انا لسه قايل لك ان الحركه في اتجاه واحد يعني الحركه في مسار واحد. طب ازاي يا مستر ابسط انواع الحركه؟ ما يا حبيبي ابسط انواع الحركه يعني اما هتمشي كده الجسم يتحرك كده للامام او للخلف بس، هي دي ابسط انواع الحركه. يعني الجسم ملوش مسار تاني يمشي فيه، يا اما يمشي للامام او يمشي للخلف، ملهوش مسار تاني. يعني مش زي مثلا انت راكب موتوسيكل تقعد تخش في الشوارع وشوارع وشوارع، لا، هنا قلت على ابسط انواع الحركه لان الجسم هيتحرك يا اما للامام او للخلف. هو ده كده ابسط نوع ليها. طب يجي يقول لي من امثله الحركه في اتجاه واحد، من امثله، اقول له ماشي، من امثله الحركه في اتجاه واحد زي الفل. قال لي يا مستر عندي المترو، حركة المترو، يبقى واحد المترو. اتنين حركة القطار زي الفل. يبقى يجي يقول لي من أمثلة الحركة في اتجاه واحد، أقول له المترو والقطار. طب يجي يقول لي علل ليه المترو، ليه حركة المترو تعتبر من أمثلة الحركة في اتجاه واحد؟ علل. تعتبر حركة المترو من أمثلة الحركة في اتجاه واحد. أمثلة الحركة في اتجاه واحد ليه يا شباب؟ ليه؟ أنا لسه قايل لك يا إما الجسم يتحرك للأمام أو للخلف، فكده هو ما عندوش مسار تاني يتحرك فيه، يبقى كده أبسط أنواع الحركة. أقول لأن المترو يتحرك، للأمام أو للخلف. يبقى لأن المترو يتحرك للأمام أو للخلف في مسار مستقيم، أو لسه واخدين المسارات يا شباب، مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. يبقى لأن المترو يتحرك للأمام أو للخلف في مسار يا شباب مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. طب زي الفل يا مصر، زي الفل. ده قال لي يا شباب أنا بعبر عن حركة الجسم بمفهوم اسمه السرعة. يبقى بعبر عن حركة الجسم بمفهوم اسمه إيه؟ اسمه
السرعة. طب قال لي يا شباب عندي سيارتان، تمام، عندي سيارتان. يبقى قبل ما اقول لك ان انا عندي سيارتين، انا قلت لك ايه؟ انا بعبر عن حركه الجسم بمفهوم اسمه السرعه. يبقى بعبر عن حركه الجسم بمفهوم اسمه السرعه. قال لي يا مستر انا بستخدم مفهوم السرعه دياتي، بستخدم مفهوم السرعه عشان اوصف حركه الاجسام. يبقى ليه بستخدم مفهوم السرعه؟ قال لي لوصف حركه الاجسام. يبقى يجي يا شباب يقول لي ليه انا بستخدم مفهوم السرعه؟ اقول له لوصف حركه الاجسام. بيقول لي يا شباب عندي مثلا سيارتان، السيارة الأولى حمراء وسيارة زرقاء. دي هنتكلم عن الحالة الأولى هنا، وهنا الحالة التانية سيارة زرقاء وسيارة حمراء زي الفل. قال لي يا مستر السيارة الحمراء هنا دي قطعت مسافة 100 متر في زمن 5 ثواني، وهنا السيارة الزرقاء قطعت مسافة 100 متر بس في زمن 2.5 ثانية. مين أسرع يا شباب؟ يا مستر استنى، ده هنا يا مستر الاتنين مشوا نفس المسافة. أيوة يا مستر، دي 100 متر، الحمرا مشيت 100 متر والزرقاء مشيت 100 متر. بس في حاجة يا مستر، ده الحمرا خدت 5 ثواني، إنما الزرقاء يا مستر خدت 2.5 ثانية، خدت نص الزمن اللي خدته الحمرا بس قطعوا نفس المسافة. يبقى مين أسرع؟ قال لي الزرقاء أسرع. الزرقاء أسرع. ليه أسرع يا مستر؟ أقول لك يا حبيبي، أنت قلت المسافة واحدة، تمام، هما الاتنين قطعوا 100 متر بس مين خد زمن قليل؟ قال لي الزرقاء خدت نص الزمن اللي خدته الحمرا خدت 5 إنما الزرقاء خدت 2.5. يبقى هنا السيارة الزرقاء أسرع. يجي يقول لي علل السيارة الزرقاء أو في الحالة دي إن السيارة الزرقاء أسرع، أقول له لأنها قطعت نفس المسافة في زمن أقل. يبقى لأنها قطعت نفس المسافة في زمن أقل. طب أقول له يا مستر هنا، يجي يقول لي هنا دي السيارة الحمراء في الحالة التانية بقى يا شباب، السيارة الحمراء بيقول لي قطعت 100 متر في 5 ثواني، وهنا السيارة الزرقاء بيقول لي قطعت 200 متر برضه في 5 ثواني. يا مستر انت ثبتت الزمن، هنا 5 وهنا 5. طب بص على المسافة يا حبيبي، 100 متر الحمراء مشيت 100 متر في 5 ثواني، انما الزرقاء يا مستر ده بيقول لي 200 في 5 ثواني. يبقى مين اسرع يا مستر؟ يبقى الاسرع اللي خد مسافة كبير. يبقى اللي خد مسافة كبيرة يا شباب هو الاسرع، لانه خد المسافة اكبر وفي نفس الزمن. يجي يقول هنا الزرقاء اسرع، يبقى الزرقاء اسرع. طيب هنا ليه الزرقاء اسرع؟ اقول له لانها قطعت مسافة اكبر في نفس الزمن. يبقى لانها قطعت مسافة اكبر في ايه؟ في نفس الزمن اللي هو 5 ثانية. تمام يا شباب. يبقى انا كده في الحالة الاولانية يا شباب انا قلت ان هنا السيارة الزرقاء اسرع لانها استغرقت زمن اقل. يبقى هنا الحالة الاولانية يا شباب لما قلت ان هي اسرع اتكلمت عن الزمن لما كان الزمن اقل. يبقى هنا قلت زمن عشان الزمن كان اقل، فهنا لما قلت الزرقاء اسرع قلت هنا بالنسبة للزمن. طب بص هنا انا قلت هنا ان الزرقاء اسرع لانها ايه؟ قطعت مسافة اكبر. يبقى هنا يا شباب يكلمني عن المسافة، لما كانت المسافة اكبر كانت ايه؟ السرعة أكتر، يعني كانت السرعة أكبر. وهنا لما كان الزمن أقل كان هنا السرعة أكبر. يبقى يجي يقول لي يا شباب لوصف حركة الجسم هناك عاملان لوصف حركة الجسم. يبقى وصف السرعة، وده سؤال مهم، وصف السرعة يا شباب، وصف السرعة يعتمد على عاملين. يبقى يقول لي وصف السرعة يعتمد على عاملين. ايه هما؟ اول حاجة يا شباب انا قلت لك الزمن لما كان اقل كانت 2.5 كانت اسرع. يبقى كده تبقى بوصف حركة الجسم مين اسرع ومين ابطأ من الزمن. تاني حاجة يا مستر قلت لك المسافة. يبقى كده المسافة يا مستر انت قلت لي لما قطعت 200 متر في نفس الزمن يبقى هي اكبر، لان الاولانيه كانت قطعه 100 متر بس والتانيه قطعت 200. يبقى اللي قطعت 200 يا مستر هي اكبر. يبقى هنا يا مستر مين بوصف حركه الجسم من عامل ايه؟ قال لي مسافه وزمن. زي الفل يا مستر. قال لي يا مستر لو جبت المسافه والزمن وقسمتهم على بعض هيديني مفهوم اسمه السرعه. ايه يا مستر الكلام الكتير ده يا مستر، الكلام التقيل ده؟ قال لي ولا تقيل ولا حاجه. قال لي السرعه لو جبت المسافه
وقسمتها على الزمن هيديني مفهوم جديد اسمه ايه؟ اسمه السرعة. كلام جميل. يبقى يا شباب قال لي لو جبت المسافة وقسمتها على الزمن هيديني مفهوم جديد اسمه السرعة. زي الفل. طب يا شباب قال لي السرعة عايز اعرفها ازاي؟ يا شباب اللي حضر معايا الشرح عرفنا ان انا قلت للسرعة دي كذا قانون. اول قانون يا شباب وركز فيها، انا عايزك تفهم مش عاوزك تحفظ، عشان لو جالك في الامتحان وانت نسيت القانون او نسيت التعريف تيجي كاتب القانون قدامك وتفتكر مستر عبد الله قال ايه وتعرف تطلع اي تعريف لاي قانون. هنا يا مستر مسافة على الزمن اقول له خارج قسمة المسافة على الزمن، يبقى خارج قسمة المسافة على الزمن. زي الفل. تاني واحد قلت لك يا شباب اقول له المسافة المقطوعة خلال ايه؟ خلال وحدة الزمن. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. زي الفل يا مستر. طب فين التالت يا مستر؟ قال لي بص على التالت. احنا لسه قايلين يا شباب ان السرعة بتساوي ايه؟ السرعة بتساوي مسافة على زمن. زي الفل. انت قلت لي يا مستر الاول خارج قسمة المسافة على الزمن والتاني المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. اقول لك بقى يا حبيبي بص، انا عايزك تحط دي قاعدة في دماغك هتمشي معاك اعدادي وثانوي وان شاء الله لما تدخل كلية. اي حاجة مقسومة على زمن ليها معدل زمني. اي حاجة مقسومة على زمن ليها معدل زمني. تمام يا مصر. طب انا عايز اعرف بقى من الكلمه اللي انت قلتها لي دي، اقول له هنا السرعه مسافه على زمن مقسومه على زمن ولا مش مقسومه؟ مقسومه يا مصر. اي قانون في الدنيا تلاقي تحت في المقام زمن، اي قانون في الدنيا تلاقي تحت في المقام زمن تقول له اي حاجه مقسومه على زمن ليها معدل زمن. يبقى هنا اعرفها ازاي السرعه؟ اقول له المعدل الزمني للتغير في الحاجة اللي فوق. مين اللي فوق؟ المسافة يا مستر. يبقى أي قانون في الدنيا تلاقي في المقام تحت زمن قول له المعدل الزمني للتغير في اللي فوق. مين اللي فوق هنا؟ المسافة. يبقى المعدل الزمني للتغير في المسافة. يا رب تكونوا فاهمين، يا رب تكونوا فاهمين. الكلام سهل وبسيط يا شباب. يبقى كده عندي السرعة بتساوي مسافة على الزمن. تعريفها السرعة يا إما خارج قسمة المسافة على الزمن أو المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. وركز بقى في اللي أنا قلته لك إن أي حاجة مقسومة على زمن ليها معدل زمن. زي الفل يا شباب. يبقى كده أي حاجة مقسومة على زمن ليها معدل زمن. قلنا يا مستر إن السرعة يساوي المسافة على الزمن. كنا يا شباب بناخد في تاني إعدادي لما كنا بناخد التردد بناخد الطول الموجي كنا بناخد رموز كده اختصار، بدل ما اقعد اكتب تردد واكتب طول الموجي واكتب زمن، لا. فان يا شباب قال لي السرعة رمزها ع، وقال لي المسافة يا شباب رمزها ف، وقال لي الزمن رمزه ز. طب ملهاش مثلث يا مستر؟ انت جيت في جمل ليها طبعا. ملهاش ازاي؟ قال لي هنا دي فوق مسافة اللي هي الف، وتحت سرعة اللي هي ع، وهنا تي زين زمن. يا شباب انا هنا تي كنت بقول لزمايلكم في اولى اعدادي كنت بقول لهم طريقة سهلة قوي عشان كنا بحفظهم يعني بها المثلث. يعني كنت بقول له ايه؟ مسافة فوق عشان تحفظ المثلث. كنت اقول له مسافة فوق سرعة تحت جنب الزمن علامة على علامة في حرف التي واللي نعوزه بنخبيه. تاني يا شباب اقولها لك تاني. كنت بقول ايه؟ كنت بقول ايه لزمايلك في اولى اعدادي؟ كنت بقول له مسافة فوق سرعة تحت جنب مين؟ جنب الزمن علامة على علامة في حرف التي واللي نعوزه بنخبيه. يا رب تكونوا حفظتوا. بس انتوا كبرتوا بقى مش هنقول لكم الكلام ده. يبقى مسافة فوق سرعة تحت جنب الزمن علامة على علامة في حرف التي واللي نعوزه بنخبيه. يا شباب يعني انا عايز الزمن، يبقى الزمن اخبي الزمن، احط ايدي على الزمن يقول لي مسافة على السرعة. طب انا عايز السرعة احط ايدي على السرعة يقول لي مسافة على زمن. تمام يا شباب. طب انا عايز ايه؟ عايز المسافة يقول لي سرعة في زمن.
تمام يا شباب، تمام. طب يجي يقول لي وحدات القياس. وحدات القياس الناس كتيرة بتلخبط في وحدات القياس. ان شاء الله اقولها لك النهارده بطريقة سهلة. واللي ما اسمعهاش، فانا كنت منزل فيديو حوالي تقريبا 5 6 دقايق او اقل كمان، كنت بشرح لك فيه وحدات القياس بس، يعني وحدات القياس بس شرحها لك في فيديو. قلنا يا شباب نتكلم عن وحدات القياس. وحدات القياس اللي ما فهمهاش يفهمها يا شباب. اول حاجة احنا خدنا ايه؟ المسافة. بتتقاس بايه المسافة يا مستر؟ قال لي يا اما سنتيمتر، يا اما متر، يا اما كيلو متر. يبقى المسافة يا سنتي يا متر يا كيلو متر. طيب يا مستر الزمن، قال لي بيتقاس يا اما ثانية، يا اما دقيقة، يا اما ساعة. يبقى الزمن يا ثانية يا دقيقة يا ساعة. طيب خش على السرعة يا مستر. السرعة يا اما متر على الثانية، يا اما كيلو متر على الساعة. طب يا مستر انا بتلخبط في التحويلات، صلى على النبي يا شباب، صلى على النبي، زيد النبي صلى. بص يا شباب، انا قلت لك يا شباب لو انت ليك اخ صغير ومعاه حاجه، ومعاه سندوتش او معاه حاجه، وانت الكبير، انت ليك اخ صغير وانت الكبير، بتقول له هات، هيديك. ايوه يا مستر هيديك. يبقى الصغير هو الصغير عمل ايه؟ قسم معاك. يبقى الصغير عمل ايه؟ قسم معاك. انا مسمي يا شباب الصغير كريم. الصغير كريم والكبير لئيم. يبقى الصغير كريم، الصغير كريم، الصغير كريم. يعني ايه؟ بيقسم. انما الكبير لئيم. الكبير يا مستر بيعمل ايه؟ بيضرب. مفتري. انا مسمي الكبير ده مفتري او لئيم. مفتري، بيفتري على الناس. يبقى الكبير ماله؟ الكبير مفتري، والصغير غلبان او كريم. طب يا مستر انت قلت لي الصغير يقسم، يبقى من سنت المتر. اول حاجه يا مستر انا هحول من مين؟ انا بص، انا هحول من صغير لكبير، والمتر يا مستر فيه 100 سنت. يبقى انا عايز احول من سنت المتر يا مستر. انا لسه فاكر كلامك، انت قلت لي الصغير كريم، يعني الصغير يقسم. يبقى من سنت المتر يا شباب اقسم على 100. اقسم على ايه؟ على 100. طب يا مستر من متر الكيلومتر يا مستر، ده انا لسه قايل لك الصغير ماله؟ كريم. من صغير لكبير بقسم يا مستر. يبقى كده هقسم. طب المتر فيه الكيلو فيه 1000 متر. طب انا يبقى هنا هقسم على 1000. هقسم على 1000. طب العكس بقى يا مستر، من كيلو متر المتر او من متر لسنتي. من كيلو متر المتر انا هقسم من مين يا مستر؟ انا هقسم من كبير لصغير. الكبير مفتري، الكبير مفتري بيضرب، الكبير يضرب، الصغير يقسم. ايوه الكبير يضرب والصغير يقسم. الكبير هضرب، انا كنت هنا اقسم على 1000، يبقى هضرب في 1000. طيب العكس بقى من متر لسنتي، قال لي اضرب في 100. طب بص بقى على الزمن يا مستر، من ثانية لدقيقة. احنا اتفقنا بقى يا من صغير لكبير اقسم. الصغير محترم والكبير مفتري، الصغير محترم والكبير مفتري. من ثانية لدقيقة اقسم على 60. من دقيقة لساعة قال لي برضو اقسم على 60. طيب العكس يا مستر، من ساعة لدقيقة قال لي اضرب. انت قلت لي الكبير ماله؟ مفتري، اضرب في 100. طيب من دقيقة لثانية، قصدي يا شباب معلش هنا اضرب في 60. معلش في 60 معلش. طب من دقيقة لثانية قال لي في 60. طب يا مستر انا عاوز احول من ثانية، من ثانية، ركز يا شباب، من ثانية اروح مرة واحدة لساعة. قال لي يا شباب هضرب 60 في 60. مش انا من ثانية لساعة؟ مش انا هعدي على الدقيقة في النص؟ ايوه يا مستر. قال لي اضرب 60 في 60. 60 في 60 6 في 6 6. محدش يقول لي 120، انا شايفك اللي قلت 120. 6 في 6 في 36 ونزل الصفرية، يبقى 3600. طب انا هحول من صغير لكبير. الصغير محترم يقسم، يبقى اقسم على 3600. 3600. طيب العكس يا مستر،
اضرب بقى يا معلم بقى، انا قلت لك بقى من كبير لصغير، الكبير ماله مفتري، اضرب في 3600، 3600. طب السرعة يا مستر، السرعة يا مستر من متر على الثانية لكيلومتر على الساعة. يا مستر في الكتاب موجودة، ده صغير ده كبير، قال لي من صغير لكبير يا مستر انا بعمل ايه؟ بقسم. احنا اتفقنا الصغير ماله، الصغير محترم، يبقى من صغير لكبير قال لي اقسم. قال لي هقسم يا مستر من الصغير للكبير، قال لي هقسم على 5 على 18. طيب العكس يا مستر، قال لي من كبير لصغير، الكبير اتفقنا ماله مفتري، قال لي اضرب في 5 على 18. طب انا يا مستر انا مش فاهم الخمسة على 18 دي جت ازاي؟ تعالى يا حبيبي انا افهمك ازاي جت. يبقى كيلو متر على الساعة، وهنا متر على الثانية. من كيلو متر للمتر يا حبيبي، هنحول من كبير لصغير، من كيلو متر لمتر كنت بعمل ايه؟ قال لي يا مستر من كبير لصغير ده الكبير مفتري، من كيلو متر لمتر كنت بضرب في 1000. طيب من ساعة لثانية كنت بضرب في 3600. افتكر بقى، افتكر انا لسه قايل طير صفرين مع صفرين، واقسم، اقسم 10 على 36، خليك اقسم على الاتنين، اقسم تحت وفوق على الاتنين، اقسم تحت وفوق على الاتنين. 10 على الاتنين فيها الخمس، 36 على الاتنين فيها ال18. يبقى فهمتوا يا شباب الخمسة على 18 دي جت ازاي؟ جت اهيت يا مصطفى، من كيلو متر لمتر انا بضرب في 1000، من ساعة لثانية في 3600. يبقى اقسم هتلاقي الصفرين راحوا مع الصفرين، 10 على 36 اقسم على الاتنين، 10 على الاتنين فيها الخمس، 36 على الاتنين يا شباب فيها ال18. طب انا عايز احول من كيلو متر على الساعة لمتر على الثانية، من كبير لصغير، الكبير مفتري، اضرب في 5 على 18. طيب العكس، اقسم من صغير لكبير، اقسم في اقسم 5 على 18. طب يا مستر احنا كنا بناخد زمان دي كسر يا مستر وانا مش عايز اعمل اسم. قال لي يا حبيبي سهل، قال لي حول العالة اللي فيه، كنا بناخدها في سنة سات بس اتشقلب اللي بعديه 18 على 5. يعني انت لو عايز تحول من صغير لكبير بس مش عايز تعمل علة، قال لي حول العالة الى فيه وشقلب الكسر اللي بعديه، وشقلب الكسر اللي بعديه. تمام زي الفل يا مستر، زي الفل الحمد لله، مفيش حاجة صعبة. يبقى قلنا السرعة بيساوي مسافة على زمن، زي الفل السرعة بتساوي مسافة على زمن. جاي يا شباب بيقول لي امتى الزمن يا شباب يساوي، قصدي امتى المسافة، معلش امتى المسافة، امتى المسافة تساوي السرعة. امتى يا شباب المسافة تساوي السرعة؟ امتى المسافة دي تساوي السرعة؟ تعال بص كده يا شباب، انا لو خليت الزمن ده بواحد، لو قال لي مثلا السرعة ب20 والمسافة ب20 والزمن بواحد، مش انا لو قلت 20 على الواحد هتطلع ب20؟ يبقى في الحالة دي ال20 ساوت ال20، يبقى في الحالة دي المسافة ساوت السرعة ولا لا؟ قال لا. يبقى يجي يقول لي متى يتساوى السرعة مع المسافة؟ أقول له عندما يقطع الجسم هذه المسافة في واحد وحدة، خلال وحدة. وحدة دي بقى يا شباب اللي هو بقى قصده يا إما 1 ثانية يا إما 1 دقيقة أو 1 ساعة. تمام يا شباب؟ يبقى يجي يقول لي متى يتساوى السرعة مع المسافة، أقول له عندما يتحرك الجسم هذه، عندما يقطع الجسم هذه المسافة خلال وحدة الزمن. يا شباب لو جايب لي بيقول لي احسب السرعة واعطيني المسافة زي ما قلت لك، بيقول لي احسب السرعة، احسب السرعة واعطيني المسافة 20 واعطيني الزمن بواحد. طب احسب السرعة يا مستر، السرعة هتساوي مسافة ب20 على 1 هتطلع ب20. طيب من هنا السرعة طلعت ب20 والمسافة ب20، بس امتى تطلع؟ لما يكون الزمن بواحد وحدة اللي هي الوحدة، يا اما بقى يكون 1 ثانية 1 دقيقة 1 ساعة. زي الفل يا شباب. طب يجي يقول لي ما معنى ان، وكذا حد قال لي يا مستر انا ما بعرفش احل سؤال ما معنى ان، ما معنى قولنا ان؟ يقول لي طائرة تتحرك، طائرة تتحرك بسرعة مقدارها 500 كيلو متر لكل ساعة.
ما معنى قولنا أن؟ أي سؤال ما معنى أن زي ما اتفقنا اللي حضر معايا الشرح، أي سؤال ما معنى أن أجاوبه بأي أن، يبقى أي سؤال ما معنى أن أجاوبه بأي أن، أي سؤال ما معنى أن أجاوبه بأي أن، أي أن. بص بقى يا شباب، لو عطيني مصطلح اديله تعريف، لو عطيني تعريف اديله مصطلح، يبقى في السؤال ما معنى ان، لو عطيني مصطلح اديله تعريف، لو عطيني تعريف اديله مصطلح. يبقى اي سؤال ما معنى ان اقول له ايه، اجاوب ايه، اي سؤال ما معنى ان اجاوب باي ان، لو عاطيني مصطلح اديله تعريف، لو عاطيني تعريف اديله مصطلح. طب هنا يا شباب، طائرة تتحرك بسرعة مقدارها 500 كيلومتر كل ساعة. هنا يا مصر عاطيني ايه؟ عاطيني مصطلح السرعة، ايه اللي بس كلمة سرعة يعني هو ده المصطلح. انا بقى اديله التعريف، هو عطاني حاجة ده بيقول لي بس السرعة، يبقى اقول له ايه؟ اي ان السيارة، اي ان الطائرة تقطع مسافة قدرها 500 كيلو كل ساعة. أو يبقى أي أن الطائرة تقطع مسافة قدرها 500 كيلومتر في الساعة، في الساعة يا شباب. طب لو جاء لي بقى العكس، بيقول لي سيارة متحركة تقطع مسافة مقدارها 100 متر في زمن 2 ثانية. ده هنا يا مستر اعطاني تعريف السرعة، يبقى اقول له ايه؟ اول حاجة ده اعطيني، ما قصدي اعطيني مسافة واعطيني زمن، احلها مسألة عادية يا شباب. اقول المسافة السرعة بتساوي مسافة على الزمن، 100 على الاتنين طلعت ب50، وهو كان تعريف، يبقى اديله بقى انا مصطلح واقول له اي ان السيارة تتحرك بسرعة 50 متر لكل ثانية، 50 متر لكل ايه ثانية. تمام يا شباب، يبقى كده عرفنا السؤال ما معنى ان. طب قال لي العلاقات يا مستر، انا مش فاهم العلاقات. اقول له بص يا حبيبي، قلنا السرعة تساوي مسافة على الزمن، ودات المثلث بتاعها، هنا تي ف، هنا عين، وهنا زين. بص يا حبيبي، وحط قاعدة في دماغك ان القاعدة دي تمشي عليها في اي حاجة، اي قانون في الدنيا. عايز تعرف العلاقة طردية ولا عكسية، اي حاجتين يا شباب، اي بكتب لك بالبلدي اهو، اي حاجتين مقسومين على بعض علاقة طردية، العلاقة تبقى ايه؟ طردية. يعني لو واحد زائد التاني يزيد، يبقى لو واحد زائد التاني ايه؟ التاني يزيد. يبقى اي حاجتين يا شباب مقسومين على بعض العلاقة طردية. طب يا مستر، طب لو مضروبين يا مستر، يبقى خلاص بقى، ما مقسومين طرديا يبقى مضروبين عكسي. يبقى بالبلد اهو، اي حاجتين، اي حاجتين مضروبين في بعض العلاقة عكسية يا مستر. يعني لو واحدة زادت التانية تقل، لو واحدة زادت التانية تقل. طب هنا يا مستر بص كده، المسافة والزمن مقسومين على بعض يبقى طردية اهي من القانون اهي. انا ما قلتش حاجة، انا مجرد قلت لك بس لو مقسومين طردي مضروبين عكس. طب مسافة وسرعة طردية برضو يا مستر، مش مقسومين طردية. طب يا مستر الزمن والسرعة، قال لي عكسي، ده مضروبين، ده مضروبين يا مستر، يبقى مقسومين طردية مضروبين عكسية، مقسومين طردية مضروبين عكسية، مقسومين طردية مضروبين عكسية. يا رب الناس تفهم، بقول لك بالأغاني. طب قال لي يا شباب، جاي يقول لي عشان نفهم الطردية والعكسية، جاي يقول لي يا شباب جسم يتحرك، او اذا زادت سرعة الجسم، يعني ثواني يا شباب اجيب السؤال بالظبط، ثواني معلش يا شباب انا كنت عايز اجيب السؤال بالنص بس. بيقول لي اذا قلت المسافة التي يقطعها الجسم، المسافة التي يقطعها الجسم قلت للنصف، وقل الزمن للنص، ماذا يحدث للسرعة؟ ماذا يحدث للسرعة؟
تعالى بس نرسم المثلث زي ما اتفقنا. هنا ت ف وهنا عين وهنا زي، يبقى قلنا كده طردي مقسومين طردي مضروبين عكسي مضروبين عكسي. بص يا شباب، السؤال ده حله ازاي عشان كذا حد سألني. صلى على النبي. السؤال ده يا شباب كام حاجة اتغيرت؟ ما قال لي يا مستر المسافة قلت للنص والزمن قل للنص، يبقى كده حاجتين اتغيروا يا شباب. يبقى انا يا شباب احل مرتين وفي المرة التالتة يبقى هي دي الإجابة. اقول له الحالة الأولى اهي، بحل كده على جنب، وهنا الحالة التانية والتالتة هتبقى هي الإجابة بتاعتي. هشوف ايه اللي حصل في الحالة الأولانية والحالة التانية والتالتة هتبقى هي الإجابة. طب الحالة الأولى يا مستر، الحالة الأولى بيقول لي المسافة قلت للنص. يا مستر أنت قلت لي إيه اللي هيحصل للسرعة لو المسافة قلت للنص؟ يا مستر أنت قلت لي العلاقة المسافة والسرعة ده مقسومين يبقى علاقة طردية، يبقى المسافة والسرعة علاقة طردية عشان مقسومين. لو المسافة قلت للنص السرعة تقل للنص، يبقى هنا السرعة تقل للنص. طيب يا مستر الحالة التاني، أنا كده لسه ما قلتش الإجابة، أنا قلت هحل على مرتين 1 2 والتالتة هتبقى هي دي إجابة. طب الحالة التانية بيقول لي الزمن قل للنص. يا مستر الزمن قل للنص، طب الزمن يا مستر والسرعة مضروبين يبقى العلاقة عكسية. طب الزمن قل للنص يبقى السرعة عين السرعة تزيد للضعف تزيد للضعف. طب يا مستر الحالة الأولانية السرعة قلت للنص والحالة التانية يبقى الأولانية يا مستر السرعة قلت للنص، السرعة قلت ايه للنص، والحالة التانية زادت للضعف. يبقى للنص كانت قليلة للنص وبعدين زادت للضعف. يا مستر ده قلت للنص وبعدين زادت للضعف، قال لي يبقى هنا ماذا يحدث للسرعة؟ أقول له تبقى كما هي، تظل ثابت أو تبقى كما هي. وهنا حصلت حاجة، ما فيش حاجة اتغير. يعني هي يا شباب المرة الأولانية الحالة الأولانية كانت ايه؟ قلت للنص ورجع الحالة التانية زادت للضعف، يبقى ما فيش حاجة اتغير، يبقى تبقى السرعة كما هي، يبقى تبقى السرعة كما هي. مثال تاني يا شباب، بيقول لي إذا استغرق الجسم نص الزمن لقطع ضعف المسافة، ماذا يحدث للسرعة؟ ماذا يحدث للسرعة؟ أحل يا مستر أنت قلت لي كام حاجة اتغيرت؟ قال لي يا مستر الزمن اتغير والمسافة اتغيرت، يبقى أحل مرتين والتالتة إجابة، يا مرتين والتالتة إجابة. نص الزمن يا مستر أنت قلت لي نص الزمن والسرعة علاقة عكسية، ده مضروبين، يبقى الزمن قل للنص السرعة تزيد للضعف، السرعة اللي تزيد للضعف. طب هنا يا مستر الحالة التاني ضعف المسافة يا مستر والمسافة والسرعة مقسومين يبقى علاقة طردية، المسافة زادت للضعف يبقى السرعة تزيد للضعف، يبقى الحالة الأولانية الضعف يبقى التالتة بقى إجابتي. الحالة الأولانية زاد للضعف، الحالة التانية زاد للضعف، يبقى تزداد السرعة 4 أمثال، تزداد السرعة 4 أمثال. كده يا شباب أظن السؤال ده محدش يغلط فيه تاني. طب لو قال لي يا شباب جاب لي حاجة واحدة بس اللي اتغيرت، بيقول لي ماذا يحدث للسرعة إذا قل الزمن للنص بس مع ثبوت المسافة، يبقى مين اللي اتغير؟ قال لي الزمن بس اللي اتغير يا مستر. طب يا مستر هنا بقى يا شباب احل على مره واحده بس، والمره دي هتبقى هي الاجابه بتاعتي. انما لو شفت حاجتين اتغيروا احل مره الحاله الاولى واجيب الحاله الثانيه والثالثه تبقى هي الاجابه. يبقى يجي يقول لي ماذا يحدث مثلا قلت المسافه للنص مع ثبوت المسافه، قل الزمن للنص مع ثبوت المسافه، اقول له يا مستر الزمن قل للنص والزمن والسرعه علاقه عكسيه يبقى السرعه تزيد للضعف، يبقى اقول له السرعه تزيد للضعف بس ما اقولش حاجه ثانيه، يبقى هي دي اجابتي يا شباب، السرعه تزيد للضعف. قال لي يا شباب عندي هناخد حاجه بقى اسمها انواع السرعه. قال لي يا شباب السرعه دي عندي 3 انواع. اول حاجه سرعه منتظمه، وعندي سرعه غير منتظمه، وعندي سرعه نسبيه.
يبقى السرعة يا شباب كم نوع؟ 3 أنواع: يا سرعة منتظمة، يا غير منتظمة، يا سرعة نسبية. قال لي يا شباب السرعة المنتظمة دي مثلا، قال لي جسمي بيتحرك بسرعة 20 متر كل ثانية. طب يعني ايه يا مستر؟ قال لي بص، يعني في الثانية الأولى الجسم بيقطع كام؟ في الثانية الأولى الجسم بيقطع 20 متر. الله. طب في الثانية التانية بيقطع 20 متر، يبقى كل ثانية بيقطع كام؟ 20 متر. يبقى هنا سرعة ثابتة. يبقى السرعة المنتظمة دي يا شباب سرعة ثابتة، الزمن ثابت واحد كان قطع 20 متر، وهنا الزمن واحد برضو قطع 20 متر، برضو قطع ثانية تاني لقيت المسافة 20 متر. يبقى يجي يقول لي عرف السرعة المنتظمة، أقول له هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع يا شباب الزمن ثابت عندما يقطع، والمسافة ثابتة عندما يقطع مسافات متساوية ومتساوية في أزمنة متساوية. يبقى هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى السرعة المنتظمة يا شباب السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. الغير منتظمة، طب خلينا في المنتظم الأول. في الحقيقة هل السيارة بتمشي بسرعة منتظمة؟ لا يا صعب ان السيارة تمشي بسرعة منتظمة، او اي جسم عموما صعب انه يمشي بسرعة منتظمة. علل، يجي يقول لي علل او يعلل يصعب حركة السيارة بسرعة منتظمة. اقول له ليه؟ بسبب تغير احوال الطريق. الطريق في مطبات، الطريق مكسر، الطريق واحد قابلني وانا مسرع، واحد قابلني ماشي، كنت ماشي بسرعة 20، لقيت واحد قابلني، عربية قابلت، فايه هديت، يبقى تغير احوال الطريق. يبقى الطريق عمال يتغير، فانا عمال يا اما هدي يا اما اسرع، يبقى يصعب حركة الجسم بسرعة منتظمة. يجي يقول لي ايه علل، اقول له بسبب تغير احوال الطريق. يبقى الحاجة الوحيدة يا شباب اللي اتذكرت عندك في المنهج اللي تقدر تمشي بسرعة منتظمة قال لي الضوء. يبقى مين اللي يقدر يمشي بسرعة منتظمة؟ قال لي الضوء. سرعته كام؟ 3 في 10 أس 8 متر كل ثانية. يبقى سرعة الضوء يا شباب هي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تمشي بسرعة منتظمة. وقال لي الضوء دي يا شباب نوعه موجات كهرومغناطيسية. قال لي بقى السرعة الغير منتظمة يا شباب، قال لي في الثانية الأولى الجسم قطع 5 متر، وفي الثانية قال لي خلال ثانية تاني الجسم قطع 15 متر. قال لي في الثانية التالتة الجسم قطع 10 متر. يا مستر انت عمال تقول لي الثانية الزمن متساوي، الثانية الأولى قطع 5، في الثانية أخد ثانية تاني قطع 15 متر، ثانية تاني 10 متر. يا مستر هنا الزمن متساوي بس المسافات مالها مختلفة. يبقى هنا يا مستر أقول له السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، الزمن متساوي بس المسافات غير متساوية. طب بص يا مستر، الجسم بعد 5 ثواني أو في خلال 5 ثواني قال لي اتحرك 10 متر، وخلال 2 ثانية تاني قال لي اتحرك 15 متر. لا ثواني، قال لي 10 متر برضه. وفي خلال 1 ثانية تاني قال لي قطع 10 متر. طب هنا يا مستر الزمن مختلف انما المسافات 10 10 10. يبقى هنا السرعة الغير منتظمة لها تعريفين. التعريف الأول عندما السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع أزمنة متساوية عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. طيب التعريف الثاني السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. زي الفل يا مستر. قال لي يا مستر السرعة المنتظمة دي يا شباب يندرج تحتها مصطلح اسمه السرعة المنتظمة يا شباب. بيندرج تحتها نوعين من السرعة، يا إما سرعة متوسطة. قال لي السرعة المنتظمة يندرج تحتها حاجتين: سرعة لحظية أو سرعة متوسطة. يبقى السرعة المنتظمة يا شباب يا إما بيندرج تحتها نوعين من السرعة: سرعة لحظية يا إما سرعة متوسطة. قال لي يا شباب السرعة اللحظية دي هي سرعة الجسم في لحظة معينة. يبقى سرعة الجسم ايه في لحظة معينة. السرعة اللحظية دي يا شباب زي عداد السرعة. أنا راكب موتوسيكل وسايق وماشي وبصيت على العداد لقيت السرعة 60،
انا عملت حسابات، انا قلت مسافه على زمن ولا قلت عملت حساب؟ ما عملتش، ده انا مجرد ما بصيت على العداد قلت ان السرعه 60. يبقى هنا يا شباب السرعه اللحظيه في السرعه ساعه ما انا شفتها، يبقى السرعه في لحظه معينه، في اللحظه اللي انا بصيت فيها هي دي السرعه اللي انا ماشي بيها. يبقى سرعة الجسم في لحظة معينة هي السرعة اللحظية. يجي يقول لي أهمية عداد السرعة، أقول له يستخدم في معرفة سرعة السيارة مباشرة من غير ما أحسب. وأنا حسبت يا شباب وقلت إن السرعة هنا مسافة على زمن؟ لا، ده أنا مجرد ما بصيت في العداد قريت السرعة. يبقى يجي يقول لي أهمية عداد السرعة، أقول له معرفة سرعة السيارة مباشرة. قال لي بقى يا شباب السرعة المتوسطة، قال لي يا شباب السرعة المتوسطة دي برمز لها بالرمز عين وعليه شرطة من فوق كده، عين كلية أو عين داش، أو زي ما تحب تقول بقى عين داش أو عين كلية، بس أهم حاجة عين عليها شرطة كده. قال لي مسافة كلية على زمن كل. يبقى السرعة يا شباب المتوسطة، قال لي مسافة كلية على زمن كل. يا شباب طب أنا عايز أعرفها، قال لي المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن. يبقى المسافة الكلية المقطوعة خلال إيه؟ وحدة الزمن. يبقى المسافة الكلية التي يقطعها الجسم، أو المسافة الكلية المقسومة على الزمن الكلي، يبقى أقول له مسافة كلية على زمن كل. طيب في بقى تعريف يا شباب كلنا بنغلط فيه، وجا بيجي كتير في الامتحان والناس كتير بتكتب التعريف ده غلط. يجي يقول لي يا شباب نقط، اكتب المصطلح العلمي السرعة المنتظمة. التعريف ده مهم جدا، عايز الناس كلها تتعلم عليه. يقول لي السرعة المنتظمة التي هي، يقول لي السرعة المنتظمة التي يتحرك بها الجسم. السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. يبقى يا شباب السرعة المتوسطة لها تعريف تاني. ما تتخيلش ان هو يجي يقول لك مسافة كلية على زمن كل. لو جالك تعريف السرعة المتوسطة في الامتحان وقال لك اكتب المصطلح العلمي هيجي لك التعريف ده. يقول لك السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. مين؟ اقول له السرعة المتوسطة. يبقى دي يا شباب تعريف تاني للسرعة المتوسطة. ده يا شباب تعريف تاني للسرعة المتوسطة، سرعة متوسطة. اصل الناس كلها حافظة ان السرعة المتوسطة ايه؟ مسافة كلية على زمن كل، المسافة الكلية المقطوعة خلال ايه؟ الزمن، او المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي. الناس كلها حافظة كده، بس الناس بقى تنسى. انا لسه قايلك ان السرعة المنتظمة بتندرج يا سرعة لحظية يا سرعة متوسطة. يجي يقول لي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن، اقول له ده سرعة متوسطة. يبقى السرعة المتوسطة يا شباب ده لها تعريف اللي هو التعريف ده برضه. يجي يقول لي يا شباب مثلا جسم كان هنا كده يا شباب، كان عند ألف مثلا، قال لي اتحرك لب، قال لي مشي كام؟ 5 متر في 5 ثواني. قال لي من ب اتحرك لج، قطع 10 متر في 5 ثواني. وقال لي من ج اتحرك لد، قال لي قطع 15 متر في 3 ثواني. قال لي احسب السرعة المتوسطة. احنا لسه قايلين يا شباب مسافة كلية على زمن كل. 5 اقول له مسافة كلية 5 زائد 10 زائد 15، 5 زائد 10 زائد 15 على زمن كل، على الزمن كل 5 وخمسة وتلاتة، 5 وخمسة 5 زائد 5 زائد 3، 5 وعشرة 15 15 30. يبقى مسافة كلية 30 على 5 13. واحسب بقى شوف الناتج هيطلع بكام؟ متر كل ثانية. ما هي برضه يا شباب سرعة، يبقى وحدة قياسها متر كل ثانية. زي الفل. بيجي يقول لي يا شباب انت ركزت في التعريف اللي انا قلته لك، يبقى ركز اقول التعريف تاني عشان التعريف مهم. يبقى السرعة المتوسطة هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. يجي يقول لي يا شباب متى تتساوى السرعة المتوسطة
مع سرعة الجسم في أي لحظة. إمتى السرعة المتوسطة تساوي سرعة الجسم في أي لحظة؟ قال لي عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة. يبقى عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة السرعة المتوسطة تساوي الجسم في أي لحظة. طب يجي يقول لي متى تختلف السرعة المتوسطة عن سرعة الجسم في أي لحظة؟ يبقى هنا دي أول حاجة. يجي يقول لي متى تتساوى السرعة المتوسطة مع سرعة الجسم في أي لحظة؟ أقول له عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة. طب لو قال لي بقى يا شباب العكس، متى تختلف لو قال لي بقى العكس، متى تختلف السرعة المتوسطة عن سرعة الجسم في أي لحظة، عن سرعة الجسم في أي لحظة؟ أقول له إيه؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة غير منتظمة. وبس، مفيش حاجة تاني في السرعة المتوسطة. قال لي آخر نوع يا شباب، آخر نوع عندي السرعة النسبية. يبقى آخر نوع عندي يا شباب اسمه السرعة النسبية. يبقى آخر نوع عندي يا شباب في السرعة وآخر حاجة في الدرس الأول السرعة النسبية. قال لي يا شباب ناخد شوية معلومات بس. السرعة النسبية تعريفها سرعة جسم متحرك بالنسبة، سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. يبقى السرعة النسبية يا شباب هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. طب يعني إيه مراقب يا مستر؟ يعني إيه مراقب؟ المراقب يا شباب الشخص الذي يقدر سرعة الأجسام. الشخص اللي بيقدر يعني بيشوف. الشخص الذي يقدر سرعة الأجسام. أنا شايف إن الناس نامت، ما تناموش لسه بدري، احنا قدامنا وقت كبير. أنا شرحت لك كده، أنا بشرح لك شرح كامل. أنا كنت متفق معاكم إن أنا أقول لك الحاجات المهمة، لا أنا ما قلتش حاجات مهمة، أنا قلت كل حاجة في الدرس عشان ما حدش يكون ليه حجة في الامتحان الجاي. أي حد المرة الجاية يقول لي أنا ما حضرتش، أقول له الشرح على اليوتيوب. ما حدش يقول لي بقى ما حضرش الدرس الاول ما حضرش الدرس الثاني. الشرح كل حاجه هقولها لك ايه. يبقى الشخص الذي يقدر سرعه الاجسام يسمى ايه؟ يبقى المراقب. قال لي يا شباب ودي نقطه مهمه جدا بتجيلك في اكمل، تختلف السرعه النسبيه، صلى على النبي يا شباب، فوق الناس تفوق. تختلف السرعه النسبيه باختلاف حاجتين. يجي يقول لي تختلف السرعة النسبية باختلاف، ويقول له نقط ونقط. أقول له أول حاجة حالة المراقب، تاني حاجة اتجاه الحركة، وهو اللي احنا لسه هناخده دلوقتي، اتجاه الحركة. يبقى يجي يقول لي يا شباب تختلف السرعة النسبية باختلاف حالة المراقب واتجاه الحركة. يبقى تختلف السرعة النسبية باختلاف نقط ونقط. أقول له حالة المراقب واتجاه الحركة. كذا حد بعت لي النقطة دي على الواتس يقول لي يا مستر أنا مش عارف أحل السؤال ده، تختلف السرعة النسبية باختلاف نقط، وكاتب لي نقط ونقط. أقول له يا حبيبي أنا قايلها في الشرح وموجودة في الكتاب، موجودة في كتاب الامتحان بالنص. تختلف السرعة النسبية باختلاف حالة المراقب واتجاه الحركة. طب احنا قلنا المراقب الشخص الذي يقدر سرعة الأجسام. طب تعالى ناخد اتجاه الحركة. تعالى ناخد يا شباب كيفية حساب السرعة النسبية. احنا قلنا بتتوقف على مين؟ او تختلف السرعة النسبية باختلاف حالة المراقب واتجاه الحركة. قال لي بقى يا شباب عندي 3 حالات. يبقى احسب السرعة النسبية. قال لي عندي 3 حالات، يا اما الجسم ساكن، يا اما الجسم
متحرك في نفس الاتجاه أو الجسم بيتحرك في عكس الاتجاه. كلام جميل يا مستر. لو الجسم ساكن يا مستر يعني سرعته بصفر، سرعة تساوي صفر. يعني السرعة هنا يا مستر الجسم ساكن يعني واقف ما بيتحركش، يبقى سرعته بكام؟ بصفر. قال لي في الحالة دي يا مستر السرعة النسبية لو الجسم ساكن المراقب هيشوف ايه؟ هيشوف الجسم ساكن، ما هو الطبيعي الجسم ما بيتحركش، يبقى لما المراقب يجي يشوف هيشوف ايه؟ هيشوفه ساكن. يبقى في الحالة دي السرعة النسبية يا شباب، السرعة النسبية في الحالة دي يا شباب السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية. يجي يقول لي مثال، ويجي يقول لي مثال يا شباب ويقول لي المراقب ساكن وسرعة الفعلية 50، احسب السرعة النسبية. يا مستر ده انت قلت لي ساكن يعني النسبية هتساوي الفعلية ب50 يبقى النسبية بكام؟ ب50. كلام زي الفل. طب قال لي نفس الاتجاه، ركز بقى يا شباب، نفس الاتجاه بطرح في النسبية. لو قال لي احسب النسبية نفس الاتجاه بطرح، عكس الاتجاه بجمع. يبقى نفس بطرح عكس بجمع. قال لي نفس الاتجاه يا شباب بطرح. طب بطرح يا مستر؟ قال لي السرعة النسبية بتساوي الفعلية، السرعة الفعلية انا قلت لك نفس بطرح ناقص سرعة المراقب. طيب السرعة، فلو قال لي عكس الاتجاه النسبية هتساوي ايه؟ السرعة النسبية هتساوي، يبقى السرعة النسبية يا شباب انا قلت لك عكس بجمع الفعلية زائد المراقب. يبقى يا شباب كيفية حساب السرعة النسبية، لو قال لي ساكن يبقى السرعة النسبية بتساوي الفعلية. لو قال لي نفس الاتجاه بطرح عكس بجمع، نفس الاتجاه بطرح نسبية بتساوي فعلية ناقص مراقب، عكس الاتجاه بجمع النسبية بتساوي الفعلية زائد المراقب. طب يا شباب في أسئلة بتيجي بيقول لي احسب السرعة الفعلية. يا مستر انت قلت لي القوانين عن السرعة النسبية. انا اقول لك بقى، لو قال لك احسب السرعة الفعلية وعطلك النسبية، يبقى لو جاب لك مسألة عطلك فيها النسبية وعايز يحسب الفعلية، ان الفعلية دي يا شباب يبقى لها حالتين، يا اما عكس الاتجاه يا اما نفس الاتجاه. زي الفل. قال لي يا شباب اول ما يقول لي اوجد السرعة الفعلية اعكس نسبي، اعكس قوانين النسبية، عشان الناس ما تقوليش يعني اعكس نسبي. يبقى اول ما يقول لي احسب السرعة الفعلية اعكس قوانين النسبية. بقى الفعلية عكس النسبية، والنسبية عكس الفعلية، والفعلية عكس النسبية. كلام سهل وبسيط ويا رب الناس تفهم. يبقى لما يجي يقول لي السرعة الفعلية اعكس النسبية. طب قال لي عكس الاتجاه وعايز السرعة الفعلية. يا مستر انت قلت لي لو قال لي احسب النسبية وعايز عكس الاتجاه كنت عكس بجمع، بس الفعلية يا مستر انت قلت لي اعكس، يبقى عكس بطرح. طب نفس يا مستر انت قلت لي نفس وقال لي احسب السرعة النسبية بطرح، بس الفعلية اعكس النسبية. طب النسبية كنت بطرح يبقى نفس. قال لي بجمع. هنا فعلية تساوي الفعلية، مش هو عايز يحسب الفعلية يبقى نسبية ناقص المراقب. طيب هنا تيجي في نفس الاتجاه الفعلية تساوي نسبية زائد المراقب. يبقى الفعلية عكس النسبية، قال لي عكس بطرح، قال لي نفسي بجمع، بعكس قوانين النسبية. زي الفل يا شباب، زي الفل. في بس ملحوظة يا شباب، لو قال لي جايب لي السؤال ويقول لي كما يلاحظ، اللي بيجي بعد كما يلاحظ دي سرعة المراقب. يبقى اللي بيجي بعد كما يلاحظ ايه يا شباب؟ سرعة المراقب. الناس تركز فيها. يبقى اللي بيجي بعد كلمة كما يلاحظ دي سرعة المراقب.
كده يا شباب احنا خلصنا الدرس الاول، قلنا كل حاجه، ما قلناش الحاجات المهمه بس. انا قلت لك المهم واللي مش مهم، يعني ما سبتش حاجه في الدرس الاول الحمد لله. كده يا شباب خلصنا الدرس الاول. نيجي نبدا بقى في الدرس الثاني اللي هو التمثيل البياني للحركه. قال يا شباب التمثيل البياني للحركه ده تطبيق على الدرس الاول. انا همثل بياني للحركه يا شباب، عندي حاجتين، همثل يا اما السرعه المنتظمه او همثل العجل. احنا يا شباب عشان الفيديو ما يطولش احنا ناخد السرعه المنتظمه بس هنشرحها، وفي الفيديو الجاي ناخد العجله مع الدرس الثالث. يبقى هنقسم المراجعه على جزئين. انا كنت فاكر ان انا اقول لكم اللي هي الحاجات المهمه بس، وكنا نقول ساعه ونص او ساعتين نشرح الثلاث دروس الواحده كلها. لا، انا كده شرحت لك كل حاجه. فاحنا هناخد السرعه المنتظمه بس عشان الفيديو ما يطولش، وبعدين الفيديو الجاي يبقى الجزء الثاني نشرح العجله مع الباقي الدرس الثالث. تمام؟ يبقى هناخد التمثيل البياني للسرعه المنتظمه. فجاي يا شباب في بدايه الدرس جا بيقول لي او يعني ايه اصلا تمثيل بياني، او ليه العلماء بيلجأوا للرسومات البيانيه والاشكال البيانيه. قال لي يا شباب ليه العلماء مثلا يرسموا رسم زي دي، رسم بياني؟ ليه العلماء يرسموا رسم بياني؟ انا عرفت من الرسمه دي هنا مثلا قلنا مسافه وزمن، انا عرفت هنا ان علاقه طرديه، لو المسافه زادت الزمن يزيد. قال لي يا مستر لو انا مثلا لو كتبت كلام قلت لك يا عندما يتحرك جسم بسرعه منتظمه او قطع جسم مسافه 20 متر وخلال 5 ثواني، اقعد شايف انا بتكلم كتير، انما الرسمه دي عرفتني ان هنا لو المسافه زادت السرعة مالها تزيد، لو الزمن زادت المسافة تزيد. يعني شايفين رسمة واحدة عبرت لي عن كل حاجة، بدل ما اقعد اتكلم كلام كتير، لا، يبقى هنا الرسمة عبرت لي عن كل حاجة. يبقى يجي يقول لي يا شباب يستخدم علماء الفيزياء العلاقات والوسائل الرياضية زي ايه؟ وخلي بالك النقطة دي جت في اكمل واغلب الطلبة وقعت فيها. ركز على الحتة دي عشان الحتة دي في اول الدرس ومحدش بيركز فيها. يجي يقول لي اكمل يستخدم علماء الفيزياء العلاقات والوسائل الرياضيه زي مين؟ نقط ونقط. اقول له كالاشكال البيانيه والجداول. يبقى الاشكال البيانيه والجداول ليه؟ قال لي لوصف الظواهر الفيزيائيه بطريقه اسهل. شايفين يا شباب كده اسهل ولا اقعد اتكلم اقول المسافه قطع الجسم قطع مسافه كذا وفي زمن كذا وكان السرعه كذا، ولا اقول رسمه واحده ومن خلال الرسمه اعبر عن كل حاجه؟ يبقى انا قلت رسمه واحده فعبرت من خلال الرسمه عن كل حاجه. يبقى يجي يقول لي يستخدم علماء الفيزياء العلاقات والوسائل الرياضيه زي مين؟ قال لي زي الاشكال البيانيه والعلاقات والجداول. يبقى الاشكال البيانيه والجداول. يبقى ليه كده؟ قال لي ليه بيستخدم علماء الفيزياء العلاقات والوسائل كالاشكال والجداول؟ قال لي بقى وصف الظواهر الفيزيائيه بطريقه اسهل والتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائيه المختلفه. يبقى وصف الظواهر الفيزيائيه بطريقه اسهل والتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائيه المختلفه. قال لي يا شباب تعالى نمثل. احنا قلنا عندي يا اما تمثيل همثل حركه منتظمه سرعه منتظمه، يا اما همثل عجله. قلنا في الجزء ده هناخد تمثيل الحركه المنتظمه. قال لي يا شباب انا عندي جدول كده، لو جبنا مثلا سياره او ايا كان وبحسب مسافه وزمن. قال لي السياره قطعت في المسافه الاولانيه قطعت 10 متر في زمن 2 ثانيه، وقطعت في 20 متر قطعت 20 متر في زمن 4 ثانية. قال لي قطعت 30 في زمن 6 ثانية، قطعت 40 في زمن 8 ثانية، قطعت 50 في زمن 10 ثانية. تعالوا يا شباب نمثل بياني. أول حاجة احسب له هنا السرعة، يحسب 10/2، 10 مش هي مسافة على الزمان، 10/2 يا مستر فيها 5، يبقى كده عين 1 ب5. طب احسب لي عين 2، 20/4 فيها 5 متر على الثانية، كله متر على الثانية. طب احسب لي عين 3،
عين 3 يا مستر مسافة على الزمن، 30 على 6، 30 على 6 هتساوي فيها ال5 متر على الثانية. ازاي كل بقى انا عمال 5 5 5، يبقى دي يا مستر تقول لي سرعة منتظمة، مش السرعة ثابتة، هي السرعة اتغيرت يبقى سرعة منتظمة. طب تعالى مثلها لي بيانيا بقى يا جميل. قال لي ارسم علاقة، انا كنت عاطلك في الجدول مسافة وزمن، يبقى ارسم هنا المسافة فوق وارسم هنا الزمن تحت. معلش بقى يا شباب الرسم انا مش برسم رسم ايه، عشان انا برسم على الشاشة، يعني محدش ياخد على الرسم يعني. يبقى هنا تي قال لي هنا كده صفر. بصوا بقى يا شباب عشان الناس بتغلط في الرسم، قال لك يا شباب انا هقول صفر، مثلا همثل على محور الزمن، هقول صفر همشي 2 كل 2، ما يجيش تقول لي 0 2 3 5، ما ينفعش. مش انا قلت من 0 ل 2، انا زودت كام؟ زودت 2، يبقى امشي كله 2، يبقى زود كل 2. طب لو قلت 0 3 يبقى زود كله، طب اقول 0 3 6 9 12 كده وهكذا. يبقى اول حاجه البدايه، انا في البدايه يا شباب من 0 ل 2 يعني زودت كده 2، يبقى كل الزياده تبقى 2، يبقى كل الزياده تبقى كام؟ ما ينفعش ازود 2 وبعدين ازود 3 وبعدين ازود 1 كده يا شباب، مساله او الرسم هيطلع غلط، يبقى كده الرسمة هتطلع ايه؟ غلط. يبقى انا زودت 2 يبقى اقول 4 6 8 10. تمام يا شباب؟ يبقى انا بزود على البداية الاولانية، انا قلت طب قلت 1 0 1 يبقى اقول 1 2 3 4 وهكذا، ازود 1 كل مرة. يبقى يا شباب في الرسم البياني الزيادة الاولانية بمشي عليها على طول. طب هنا يا شباب، هنا كده رسمت الزمن، اللي يرسم السرعة، قلت مثلا همشي مثلا خليها 10 يبقى 0 10، ازود كام؟ من 0 ل 10، انا زودت 10 يا مستر، يبقى كل الزيادة 10، يبقى 10 20 30 40 50. يلا في الاولانية في الجدول اللي فات يا شباب اهو، كانت 2 و10، كان الزمن 2 كانت المسافة 10، الزمن 4 كان المسافة 20. يبقى تعالى نرسم بالراحة، الزمن 2 كانت المسافة 10، الزمن 4 كانت السرعة 20، الزمن 6 كانت السرعة 30، الزمن 8 كانت السرعة 40، الزمن 10 كانت السرعة 50. وصل بقى يا جميل، وصل بالمسطرة. شايفين يا شباب ايه اللي لاحظتوه؟ قال لي يا مستر انا ملاحظ العلاقة البيانية، اول حاجة انا رسمت مسافة وزمن زي الفل. قال لي يا مستر احنا قلنا السرعة طلعت بكام؟ ب5، عمال احسب عين 1 تطلع ب5، عين 2 ب5، عين 3 ب5. قال لي اول حاجة الجسم يتحرك بسرعة منتظمة، يبقى العلاقة البيانية هنا الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. طب اوصفها لي. قال لي يا مستر خط مستقيم مائل يمر بنقطة مين؟ نقطة الاصل يا شباب، نقطة الاصل اللي هي 0 و0. يبقى هنا دي تمثل يبقى تمثل حركة الجسم بسرعة منتظم. أول حاجة خدناها خط مائل، خط مستقيم مائل يبقى تمثل حركة الجسم بسرعة منتظمة. بس قال لي هنا العلاقة مين؟ مسافة وزمن، يبقى العلاقة بين مين؟ مسافة وزمن، عشان محدش يقول لي أي رسم، لا العلاقة بين المسافة والزمن، يبقى هنا سرعة منتظمة، يبقى خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. يجي يقول لي علل ليه برسم السرعة المنتظمة بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل؟ أقول له لأن المسافة تتناسب ترضي مع الزمن. يبقى المسافة تتناسب ترضي مع الزمن عند ثبوت مين؟ عند ثبوت السرعة. يبقى أول تمثيل يا شباب للحركة للسرعة المنتظمة بالعلاقة عندي مسافة وزمن، خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. طب ماشي، صلى على النبي. كل الناس يا شباب اللي نسي يصلي على النبي في التعليقات ينزل يصلي على النبي في التعليقات. تمام يا شباب؟ طيب احنا جبنا، تعالى نرسم جدول تاني. احنا جبنا بس المرة دي بقى نرسم، احنا جبنا مين؟ حسبنا السرعة طلعت ب5، يعني 1 ب5، يعني 2 ب5، يعني 3 ب5، يعني 4 ب5، يعني 5 ب5، يبقى كده كله ب5. والزمن يا شباب اللي فاكر الزمن يبقى 2 4 6 8 10. ارسم لي يا كبير، ارسم لي علاقة.
المرة دي هرسم مسافة وزمن؟ لا يا مستر، هرسم سرعة متر على الثانية وزمن بالثانية. يلا بقى انت المفروض عرفت هنا صفر وصفر. يلا زود اتنين، يبقى زيادة كلها اتنين يا مستر، ما تغلطش بقى يا كبير. اتنين، اربعة، ستة، تمانية، عشرة، يبقى كل مرة زود اتنين. طيب السرعة يا مستر؟ قال لي اعمل خمسة زود خمسة، عشرة، خمستاشر. قال لي الزمن كان اتنين السرعة كانت خمسة، يبقى هنا كده. الزمن كان أربعة السرعة كانت خمسة، يبقى هنا كده. الزمن كان ستة سرعة خمسة، تمانية خمسة، عشرة خمسة. وصل يا مستر. يا مستر أنا رسمت علاقة سرعة وزمن ولقيت السرعة ثابتة. السرعة ايه ثابتة؟ مش احنا قلنا السرعة الثابتة يبقى سرعة منتظمة؟ يبقى السرعة منتظمة، يبقى هنا معنى كده إن العلاقة سرعة بين السرعة والزمن وبين المسافة والزمن اللي احنا لسه واخدينها مسافة وزمن، بس هنا خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل بين المسافة والزمن، يبقى دي سرعة منتظمة. وهنا خط مستقيم أفقي، خط مستقيم أفقي بيوازي مين؟ يوازي محور مين؟ محور الزمن. أفقي يوازي محور الزمن، يبقى خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن، دي برضو سرعة منتظمة. يبقى أنا يا شباب كده مثلت السرعة المنتظمة برسمتين. أول رسم مسافة وزمن، خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. تاني رسم العلاقة بين السرعة والزمن، خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن. تمام يا شباب؟ يبقى هنا دي العلاقة بين أول حاجة. لو جاب لي رسمة يا شباب أشوف أنا راسم بين مين ومين. أنا راسم بين سرعة وزمن، وخط مستقيم بيوازي مين؟ يوازي محور الزمن، يبقى أقول له سرعة منتظمة. خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن، يبقى هنا سرعة منتظمة. هنا خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل، يبقى مسافة وزمن. مسافة وإيه؟ وزمن. طيب يا شباب بيقول لي، جاب لي رسمة بيقول لي احسب السرعة عند زمن اتنين. احسب السرعة عند زمن ايه؟ اتنين. اجت يا شباب اقف عند الزمن اتنين اللي هو واطلع فوق. انا طلعت عند الخمسة، يبقى السرعة 5 متر على الثانية. طيب ماشي. تعالى الرسمة اللي قبليها. يجي يقول لي في الرسمة دي يا شباب الناس يجي يقول لي احسب السرعة عند الزمن 4. عند الزمن 4 اطلع يا شباب اطلع اهي. يبقى السرعة هنا بكام؟ ب20. يبقى عرفنا ازاي بجيب السرعة من على الرسم. طب يجي يقول لي الزمن كان كام لما الجسم قطع 40. لما الجسم قطع 40 ثانية اقف عند 40 وامشي. لما الجسم قطع 40 ثانية انزل كده. لا يا شباب نزل عند 8. يبقى الزمن كان كام؟ كان 8 ثواني. تمام يا شباب؟ عرفت بقى بطلع ازاي من على الرسم؟ تمام. طب يا شباب لو جاء قال لي احنا يا شباب الرسمة يا شباب ليها حاجة اسمها ميل. يبقى الرسم البياني ليه حاجة اسمه ميل، والميل ده يا شباب بيساوي فرق صادات على فرق سينات. يبقى الميل يا شباب فرق صاد على فرق سين. قال لي يا شباب لو جاب لي رسمة زي كده A و B واعطيني مسافة واعطيني زمن، بيقول لي مين أسرع. مين أسرع هنا يا شباب؟ هشوف مين ميله أكبر. اللي عنده زاوية كبيرة أو اللي ميله أكبر يبقى هو أسرع. شايفين زاوية B؟ الحتة دي بس هنا كده الستان. طب شايفين زاوية A؟ الحتة دي كلها. يبقى مين أسرع؟ أقول له إيه أسرع؟ يبقى اللي ميله كبير سرعته كبير، أو اللي زاويته كبيرة سرعته كبير. في واحدة بقى سألتني قالت لي يا مستر هو أنا ينفع أحسبها من هنا من عند المسافة؟ قلت لها أيوة يا جميل ينفع. ابدأ من عند المسافة، امشي كده اللي تخبط فيه الأول سرعته أكبر. يبقى اللي تخبط فيه الأول هو سرعته أكبر. أنا خبطت في مين الأول؟ خبطت في إيه؟ يبقى إيه سرعتها أكبر؟ سرعتها أكبر. إيه سرعتها إيه يا شباب؟ أكبر. زي الفل. طب يجي يقول لي يا شباب مثال، جايب لي مسألة كده يا شباب رسمة، وجايب لي بيقول لي مسافة، أنا راسم من المسافة والزمن. وجايب لي رسمة كده يا شباب A
بي وجايب لي هنا سي. بيقول لي اوصف حالة الجسم من A ل B ومن B ل C. يا مستر من A ل B، والأول حاجة بص على العلاقة. أنا راسم مين مع مين؟ أنا راسم مسافة مع زمن. قلت يا مستر إن طالع أهو من A ل B، يبقى كده لو حسبت، لو جبت الميل قلنا فرق صادات على فرق سينا. فين الصاد اهي؟ يبقى هنا لو جبت الميل قلت له فيها على زينة هيديني مين؟ السرعة. يبقى هنا يا مستر المسافة عمالة تزيد، الزمن عمال يزيد، يبقى من A ل B سرعة منتظمة. طب من B ل C، اوعى تقول لي سرعة منتظم. B ل C، شايفين B ل C كان هنا لما كان خط مستقيم افقي يوازي محور الزمن، كان العلاقة بين مين ومين؟ كانت السرعة والزمن. عشان كده كنت بقول هنا سرعة منتظمة. انما هنا سرعة منتظمة يا مستر، السرعة منتظمة ازاي؟ ده العلاقة بين المسافة والزمن. معنى هنا يا مستر معناه ان المسافة ثابتة، يعني الجسم ساكن. يبقى بي سي جسم ساكن. انا في عربيه قدام البيت، رحت الدرس وجيت لقيتها قدام البيت، هل مسافتها اتغيرت؟ اتحركت؟ لا ما اتحركتش. يبقى هنا المسافه ثابته، يبقى الجسم ماله؟ الجسم ساكن. احنا كده يا شباب شرحنا لحد التمثيل البياني للسرعه المنتظمه. ان شاء الله المره الجايه هناخد التمثيل البياني للعجله، وهنكمل الكميات الفيزيائيه والقياسيه. هنقسم الوحده على جزئين. يا رب تكون الناس فهمت، وان شاء الله بعد ما نخلص الجزء الثاني ننزل الجزء الثاني، هنعمل لايف، نفتح لايف، اي حد مش فاهم اي جزئيه في اللي احنا شرحناها نقولها تاني. تمام زي الفل يا شباب. ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات، وتشترك في القناه، وتنشر الفيديو، وتعمل لايك. بس مش طالب منك حاجه تاني، تصلي على النبي وتشترك في القناه وتعمل لايك. شكرا يا شباب، السلام عليكم.